قيس بن سعيد أستاذ قانون دولي، عمل في الجامعة العربية في مشروعين أساسيين: إعادة بناء ميثاق الجامعة العربية وإنشاء محكمة العدل العربية، معروف بالنزاهة والصرامة والنظافة، حتى أنهم يقولون الآن أن النظافة تحكم تونس. يسكن في بيت للطبقة الوسطى في أحد أحياء الطبقة الوسطى في تونس، لا يخالط الأرستقراطية التونسية، ويعيش حياته كفرد عادي في الشارع. أب ل3 أولاد، عمل أستاذا للقانون الدستوري، وهو رئيس الجمعية الدستورية القانونية، رئيس الجمعية القانونية الدستورية في تونس. وزي ما قلت سمعته الطيبة عالية، نزاهته معترف بها من كافة الأطراف، ويكاد يكون هو الشخص المثالي اللي كان يحلم به التونسيين. ومن صفاته استاذ مكرم باين ان هو الاقرب للشارع التونسي من الصفات، من الطبقه، من كل حاجه. النظافه والصرامه والصدق، ومراعاه مصالح الفقراء.